من ابناء الوالديه. كنت مهاجر قديمه؟ ومهاجر. انا فضلت البلاد وفضلت انني نرجع نعيش في بلادي، وفهمتيني جيت هذه الخاص صيبتها. منين جينا هنا تكتشفوا ان هاد الناس ولاو باغيين يخليونا عشوائيين، حطونا هنا بلا ما بلا ضو بلا مرافق صحيه بلا والو. الا رجعتوا قبل غتلقاو عندي بزاف تاع الخرجات في منابر اعلاميه تندوي على الماء، بقيت تندوي على الماء وعلى المرافق الصحيه تتصيب. انا دويت في المنابر الاعلاميه على 7 المعارض النوم بزاف معارض النوم بزاف، وانهم تيقسيو التاجر المحلي، وانهم ما تتوفروش على مرافق صحيه وتتحولوا لفنادق في الصيف. يعني هذوك الناس مساكن تا هما اللي تيجيو يكريو تيخلص واحد الثمن بزاف وتيولي مضطر انه يسكن تماك وما عنده حتى مرافق صحيه. فهمت؟ حنا ما بغيناش هذا الشيء. المهم دويت عليهم فتستدعيني السيد الباشا، وكانت عندي تضايقات وعندي معاه شي خلاف، انه كان دار بيا تهمه باهانه موظف حيت بغيت الوصل تاع الجمعيه ديالي وما عطاش ليا. وشنو وقع لك بالضبط؟ من بعد ما تكلمنا على 7 المعارض في بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، سد علي الباشا قال لي عندك يومين غادي نريب لك هاد البراكه. علاش؟ بدون مبرر. قلت لي عطيني محضر ديال الهدم، عطيني نعرف السبب. قال لي غنريب لك سير ضرب راسك مع الحيط. قلت لي علاش يا سعاده الباشا؟ قال لي بهذا المعنى، حيت نتايا ما بغيتيش تدخل سوق راسك، ما بغيتيش تحشم. انتم تشوفوا النتيجه. يعني الناس راه تعرف في شهر 7 هو الخدمه، انا جابوني حتى شهر 7 وريبوا ليا. خلات يعني استثنات الجميع الا هو الوحيد اللي جاو هدموا ليه المقهى ديالو، ربما بسبب تدوينه، ربما بانه غيور على المنطقه، ربما بانه من صوت من الاصوات المزعجه هنا في مدينه الوالديه اللي جات عوض السلطه. يعني تشوف حلول، والناس المنتخبين يشوفوا حلول لهذا الشيء اللي انا تكلمت عليه. جاو حاربوني انا. دابا انا نوجه لهم واحد الرساله، دخلنا عليكم بالله من بعد ما ريبتوا لي انا وقسيتوني وحرمتوني من العيش الكريم في بلادي. شنو هي زعما؟ واش هذا انجاز؟ يعني انا ما فهمتش واش هذا انجاز، واش يعني تضربوا بيا واحد خور؟ ما فهمتش. يعني ساعد الشباب صحابك اللي هنا اللي دايرين هاد المقاهي بغاو يتضامنوا معاك وحبسوهم في وقت الهدم اللي كان فيه. حبسوهم قالوا لهم البراكه اللي غتسد تبقى مسدوده النهار تبقى العام كامل عمرها بقات غتحل. يعني بمعنى خاصكم تخدموا وما تضامنوش مع السيد. والله يحسن العوان. وهذه ماشي اول مره تيوقع بحال هكا. انا كنت درت جمعيه تاع طوهات الاسماك، وقامت السلطات المحليه على راس السيد الباشا الناس استدعاو الناس كاملين وتم التهديد ديالهم باش ينسحبوا من المكتب. انا دابا تنطالب بحاجه بسيطه وسؤال اللي بغيت كاع المغاربه يجاوبونا عليه. علاش اخوتي انا من دون 11؟ انا ماشي تنقول هاد الهضره باش هذا هما مساكن يريبوا لهم ولا شي حاجه. لا، اذا عمت هانت يعني كان زعما القرار على الجميع ما غاديش يبقى. حنا ما نبغيوش تعم، ولكن هذه اللي جاو ريبوا لي انا دون عباد الله، وهذه اول براكه تبنات. كانت البراكه ديالك هنا سي عثمان باش يعرفوا هذه الرقم 11 فين كانت هنا، هذه اول براكه. وحتى في المحضر اللي داروا السبب الهدم قال لك انا بنيت هذه البراكه ليلا وجلستها ليلا. دخلنا عليكم بالله خوتي المغاربه حتى واحد ما يكذب عليهم. وريهم اخويا منين جيت لهاد البلاصه كانت بحال هكا فيها حفره تراكس يومين وهي خدامه تتردم، وبنيتها يعني برزانه وفهمتي. يعني طلبت واحد 10 ايام ولا 12 يوم باش كملات هاد البراكه من مالك الخاص. من مالك. انا نوريك التصويره كيفاش كانت، هما البقايا تاع الخطوات، ودرت نموذج زوين واللي تيحز في النفس. انا السيد الباشا فهمتيني عندي مع خلافات وديجا كان بوجه لي اتهام باهانه موظف وداكشي، ولكن اللي تيحز في النفس اكثر هو السيد ممثل الجماعه دابا حاليا اللي هو النائب الثالث اللي شرف على هذا التنظيم. والنهار اللي كان التنظيم جا عندي قال لي عثمان دير لنا شي نموذج مزيان وتعاون معنا يدخلوا الدراري من البحر ما نبقاوش زعما هذاك الشيء. ومنين رابط لي تلقى اول واحد مسيني في المحضر